بعد اليوم ما في داعي إنه تنقعوا الفاصوليا قبل بليلة عشان تطبخوها، رح نطبخها بنفس اليوم، رح تكون مستوية وبتشهي. ورح أحكي لكم شو السر. بالبداية رح أطبخ اللحمة، طبعا بالنسبة للحمة إذا بتحبوا تعملوها قطع كبيرة أو قطع صغيرة مثل ما أنتوا بتحبوا بصير. حطيت اللحمة بالطنجرة وحطيت مي، حطيت ورق غار وهيل ولومي وبصل، وبس غليت عندي اللحمة رح أشيل الرغوة عنها ورح أوطيها أتركها على نار هادية ورح أغطيها لحتى تستوي. وهسه رح نحضر للفاصوليا. طبعا الفاصوليا بس غسلتها بطنجرة على النار، حطيت مي وحطيت الفاصوليا وأول ما غليت غطيتها مشان تستوي معنا الفاصوليا. كل ما تنشف عنها المي شوي رح أضيف لها مي باردة ورح أرجع أغطيها. بتكرروا هذه الخطوة لحتى تشوفوا عندكم الفاصوليا استوت. طبعا هذا الشيء اللي بيخلي الفاصوليا إنها تذوب. رح أفرجيكم كيف شكل الفاصوليا بعد ما استوت عندي، ما شاء الله دايبة. رح أحضر للخطوة اللي بعديها. بالقلاية هون حطيت زيت ورح أحط بصل مفروم وسنين توم مهروسين، رح أقلبهم شوي على النار لحتى يذبلوا عندي. بعد هيك رح أضيف عليهم معجون الطماطم. احتجت هون عندي ل2 باكيت من معجون الطماطم، ورح أقلبهم شوي مع البصل. وبعد هيك رح أضيف لهم من مرقة سلق اللحمة ورح أتركهم شوي على النار لحتى يتسبكوا. بعد هيك رح أضيف لهم فلفل أسود وكمون وملح، إذا بتحبوا تضيفوا لها كزبرة أو أي نوع توابل تانية مثل ما انتم بتحبوا، بس انا اكتفيت بهذه التوابل. بعد هيك رح اخذ هذه الصلصة يلي عملتها ورح اضيفها مباشرة على الفاصوليا. رح احركها مع الفاصوليا لحتى عندي تتجانس. طبعا اذا بتحبوا يكون فيها مي اكتر من هيك بتضيفوا لها، انا رجعت ضفت لها من مرقة سلق اللحمة. وبعد هيك نزلت اللحمة عليهم. عندي هون حبة اللومية اللي كانت بالمرقة مع اللحمة. مشان تطلع معكم الفاصوليا بتشهي أنا بحب أعمل هاي الخطوة، أفتح حبة اللومي بالنص وأخليها تنطبخ مع مرقة الفاصوليا. رح أتركها على النار لمدة ربع ساعة وهيك عندي الفاصوليا صارت جاهزة. هون رح نحضر للرز. عندي هون زيت نباتي أضفت عليه الشعارية، رح أقلب الشعارية لحتى تتحمر عندي. وأول ما أشوفها تحمرت رح أنزل عليها الرز البسمتي ورح أقلبه مع الشعارية. انا حبيت اعمل رز بسمتي، انتوا اذا بتحبوا تعملوا الرز المصري كمان بصير. بعد هيك راح اضيف المي لكل كوب من رز البسمتي منقوع طبعا ومغسول كوب ونص مي. وبعد هيك راح اضيف عليهم الملح. راح احرك الرز تحريكة خفيفة على اساس اني اوزع الملح. وبس نشفت عندي المي غطيت الرز وتركته على نار هادي لحتى استوى. وبعد ما استوى اضفت معلقة كبيرة من السمنة، طبعا بيطلع الرز كتير طيب وحركته كتير منيح بهي الطريقة. وهيك عندي الرز والفاصوليا صاروا جاهزين. حطيتهم بصحن التقديم. ما بوصف لكم الريحة والطعم كتير بتشهي، بنصحكم تجربوها بهي الطريقة. وصحتين وهنا يا رب، بتمنى تكون عجبتكم. يعطيكم العافية. خبروني إذا كنتوا بتعرفوا هاي الطريقة قبل هيك أو لا، اكتبوا لي بالتعليقات.